تعرض موظف يعمل بمقاطعة زواغة بفاسو لعضة خطيرة من قبل عضو نائب رئيس المقاطعة التي يشتغل بها، تسببت له في جروح غائرة على مستوى أصبعه، وتم نقله في وضعية جد حرجة إلى إحدى مستعجلات مصحة بالمدينة ذاتها، وأطباء يوضحون أن نسبة نجاح العملية ضعيفة جدا. وبحسب مصادر المغرب 24 أن الحادث بسبب خلاف حاد تجهل دوافعه الحقيقية كان قد نشب بين الطرفين، هذا وفور علمها بالحادث قامت مصالح الأمن الوطني بفتح تحقيق في الحادث لمعرفة أسبابه وملابساته بإمر من النيابة العامة المختصة. وأوضحت مصادر الجريدة أن المعني بالأمر خضع لعملية جراحية لإعادة زرع الجزء المقدوم من إبهامه، مشيرة إلى أن نسبة نجاح هذا التدخل الجراحي استنادا إلى معطيات الطاقم الطبي تبقى متواضعة ولا تتعدى 15%.